ان شاء الله يا ربي. شوف ان شاء الله المغرب يروح حتى لا فينال اذا كتب ان شاء الله يروح لبعيد. المغرب واحنا دخلنا في مقارنات مع الكره المغربيه ودائما نحييها، وانت قدمت حتى تقارير على نهضه الكره المغربيه والاسباب. المغرب يا كابتن علاش هي 7 نقاط واحنا 4، وشاهدت ماذا فعل نصيري في الهدف الثاني في الماتش الاخر، هدف على فان باستن، يعني هدف نتاع رود جوليت في اوج عطاء جوليت. للاسف يعني رغم انه حدث كبير جدا بالنسبه لممثل افريقيا الفوز على البرازيل، كما تونس ربحت فرنسا، وكما المغرب في سياق هذا المونديال القطري ربحت بلجيكا، وكما السعوديه ربحت الارجنتين، وهذا في علاقه مع الانجازات بالقارات تو ناخذوها بعد لو لقينا وقت. انه الحصيله الافريقيه ل5 منتخبات افريقيه شاركت في النهائيات، تونس المغرب السنغال الكاميرون غانا. عادل بوهلان نقول لك انه الحصيله استثنائيه على المستوى الرقمي بالنقاط، تو كيوف الماتش نحكيو عليها، ما هي حصيله افريقيا غير مسبوقه في تاريخ المشاركات الافريقيه. عندنا الكاميرون بتاع روجي ميلا وقتها في عام 90، وعندنا غانا والمشاركه الشهيره في 2010 في جنوب افريقيا، والعقده امام الاوروغواي تكررت اليوم، وعندنا زاد المشاركه نتاع السنه في قطر، لكن في ثوب جماعي. علاش نقول لك في ثوب جماعي؟ ببساطه عندنا 8 انتصارات افريقيه، ودون بالتوازي مع النتيجه التي تاتينا مباشره. 8 انتصارات طبعا افريقيه عادل بوهلال. هذا الانتصار لو اكتمل هو 8 لمنتخبات افريقيا من اصل، نحسب مليح، هذه نهايه الدور الاول. كل فريق لعب 3 ماتشات، وهما 5 منتخبات من اصل 15 مباراه. عملنا 8 فيكتوار افريكان، 8 انتصارات افريقيه في حصيله غير مسبوقه من اصل 15 مباراه للخماسي تونس مغرب غانا كاميرون سنغال في الدور الاول لمجموعات كاس العالم. معناها حاجه استثنائيه، رغم انه اللي يمروا بالطبيعه فما مش الكل يمر. منتخب السنغال ترشح ومنتخب المغرب، يعني 2 على 5 يمروا، وهذا يشبه القراءه نتاع العرب نفس الشيء. الحصيله دائما ما يكفيش، رقميا ماهيش خايبه قيس، لكن ما يكفيش، غير كافيه، لانه حتى بالنسبه للعرب عملنا عادل 14 نقطه، 14 نقطه من اصل 36 نقطه ممكنه، تقريبا معدل اقل من 50% نقاط العرب. عندنا كان المغرب تترشح ال 14 نقطه، 7 نقاط لزملاء حكيمي. التوانسه احرزوا 4 نقاط وروحوا صحيح للاسف، والسعوديه 3 نقاط. هذا التوزيع عند العرب. المغرب 7 نقاط، اللي سائل ان يسال. المغرب واحنا دخلنا في مقارنات مع الكره المغربيه ودائما نحييها، وانت قدمت حتى تقارير على نهضه الكره المغربيه والاسباب. المغرب يا كابتن علاش هي 7 نقاط واحنا 4، مع تكراري انها حصيله جيده غير كافيه لكن جيده للتوانسه. المغرب 7 نقاط خاطر عندها جماعه يكوروا، وهنا نرجع لتحليل تونس سريع، يكوروا في بايرن ميونخ، في تشيلسي، وزوز في سيفيا، والاخر في وست هام. المغرب عندها زياش تشيلسي مزراوي بايرن ميونخ. لحظه قيس، مزراوي بايرن ميونخ، زوز يصنعوا في ربيع اشبيليا بقيمه نصيري وبونو، وشاهدت ماذا فعل نصيري في الهدف الثاني في الماتش الاخر، هدف على فان باستن، يعني هدف نتاع رود جوليت في اوج عطاء جوليت. وبالتالي المغرب بجماعه بايرن تشيلسي البي اس جي حكيمي وزوز سيفيا وست هام، وكيفاش تحب تقرر روحك انت بالكتيبه اللي عندك اللي عندنا فيها نقاط مضيئه، لكن ما عندناش جوارات. ونرجع لك سينيزار يلعبوا في بايرن تشيلسي بي اس جي، ويلعبوا في مباريات بالمستوى العالي، وفي معدل 60 ماتش في العام، وبوكسينج دايز في انجلترا، ثلاثه مسابقات في اسبوع. وبالتالي نوع من الحفاظ على التواضع والابتعاد عن جلد الذات ديما في علاقه مع المنتخب التونسي ونخدموا. وهذا هو يعني المغرب ترشح لانه لديه الامكانيات، والربط جاء يعني ربط طبيعي مع الحصيله الافريقيه او العربيه. نكمل مع حسني ومشاني مع قيس. شوف اللي يسمعكم الزوز وكانه نقول نحن ما حقناش مشينا لكاس العالم ابدا، ودخلنا في مقارنات. لا، انا اليوم في كاس العالم ومساله الاهداف مش انا قلتها يا قيس،
قالها المدرب الوطني راه. حسني اعطيتك الفرق بين السبع نقاط اي والاربع نقاط. بالضبط، لكن انا اليوم في كاس العالم وجاتني اعطيتك الفرصه. الفرق بين السبعه والاربع نقاط. وجاتني الفرصه هما نترشح. بايرن، تشيلسي، بي اس جي وزوز في اشبيليا. معاك على طول، وانت قلت في اول برنامج كان احسن التصرف في بعض المقابلات وفي بعض الجزئيات كانت الحصيله تكون ما خير. وهو كذلك. ما نرجعوش بالتوالي، نحن ترشحنا لكاس العالم وهو كذلك. وكنا في كاس العالم وكنا فاعلين وكنا قادرين ان نترشحوا. فما حاجه حبيت نقولها اللي راهو يا قيس، التعاطي الاعلامي مش كما التعاطي الفني راه. يعني انت كمدرب ربما تحل المقابله وتحب الاشياء اللي انت تتمناها ولا وفق النظره نتاعك انت. ليه هاو شفت انت الصحافه الفرنسيه قالت لك اون كيب ميكونيسابل، ما عرفناهاش بطل العالم، فهمت؟ مقبول ميكونيسابل مقبول اكزاكتومون. لكن هو ديشان يقول لك انا ربما مترشح نلعب الفريق الثاني او العناصر الاحتياطيه بين ظفرين، وانا مترشح علاش نعرف انا ما نقبلش الصحافي في بلاتو اذاعي يحكي على شعر نتاع ملاعب. لا هذاك ايش نقول لك، هذاك ربما حالات شاذه، مش هذاك حالات شاذه. اي ما نحكيوش على الشاذ، ما نقولوش راهو الشاذ يقصدوا يقصوا عليه، ما يلزمش يقولوا ما عادش يتعاود. ولكن انا شوف انا نحب ما تسكتش قيس، نسكت عليه. لا ما نسكتش عليه، اما هذيك حاله شاذه. انا في تقديري الشخصي يلزمنا كل انسان يخدم الخدمه نتاعو ويقعد في حدود العمل نتاعو والامور المهنيه والضوابط نتاعو. اما انك انت الفضاء الازرق تقول لي انت نرجع لكلامك، الفضاء الازرق بطبيعه الحال يا اخي نحن مش عندنا سقوط اخلاقي في تونس، عندنا ازمه اخلاقيه عديده الاسباب، فيها الجانب الاجتماعي وفيها خاصه الجانب الاقتصادي وغيره وستريس وكل شيء. هذا هو. ولكن انا ما نتصورش انه الشارع التونسي هكاك عمل حمله مثلا مع المدرب ولا الحرام نتاع المدرب من لا شيء. اما فما اشياء جابت اشياء، ربما تدخل اشخاص ما عندهم حتى علاقه بالامور الفنيه في مساله فنيه هو ربما اللي جاب رده الفعل عنيفه. وقت جاب وليد الركراكي راهو مش بالحظ جاب وليد الركراكي، لا سامحني سي نزار، لانه المدرب السابق ما عرفش يتصرف مع المجموعه. صحيح. وبالعكس مس الاوتونومي بتاع الجروب بتاعه نوتامون زياش وي نوتامون زياش. هذاك علاش حسب رايي انا الاتحاد المغربي عرف يجيب المدرب، عرف يحط المدرب في الوقت المناسب وفي المكان المناسب، هذا مهم برشا. وهنا تخلقت هيك الاوتونومي بتاع المنتخب المغربي وتخلقت هيك القوه بتاع المنتخب المغربي. وهنا نرجع نحكي على المنتخب التونسي، راهو الملاعبيه كي يدخلوا ويحضروا ستاج ولا مش يحضروا كاس عالم راهو ينساو واش قاعدين يتقال في البلاتوات، وينساو واش قاعدين يتقالوا في الصحافه، والملاعبي السابق الفلاني ايش قال والاخر ايش قال، مش يركزوا على البطوله بتاعهم، مش يركزوا كل واحد مش يقوم بالدور بتاعه ويجاوبوا سور تيران. بون الحاجه الاخرى ممكن احنا نحكيو، حسني كان عمل مقارنه ما بيننا وما بين المنتخب المغربي، المقارنه ما بيناتنا ما تجوز، خاطركش الملاعبيه اكثريتهم خلينا نقولوا 100% مولودين معناها مش في المغرب، مولودين فرنسا في بلجيكا، فرنسا بلجيكا، عندهم بريفيليج. اول حاجه كونه الباسبور هذاك يخول لك يعطيك اكثر شانس باش تلعب في الاوروب، ماكش يعني ماكش ترونجي، ماكش القماش النتيجه القماش يعطيك الصحه. اللي لابسين المغرب شكونهم؟ علاش من الاول اني وقتها قلت حتى المكتب الجامعي عنده دور كبير، كونه هو يرولونسي لي جوار نتاعنا كي يبداو اون جوناج نجموا نصدروهم، نجموا يعطيك الصحه، نجموا احنا بالعلاقات نتاعنا حتى والفرق خاصة الفرق أنا معاك، لكن الفرق توا في الوضع اللي فيه الفرق التوانسة ما يساعدهمش. احنا ولينا ناخذوا ملاعبية 30 نخلصوا فيهم 100 مليون في الشهر. صحيح. لكن هم الملاعبيه قاعدين يمشيوا للدوري السعودي في الدرجه الثانيه والدرجه الثالثه، على فكره هذم ملاعبيه في الديفيزيون ناسيونال ماهمش لي جون. لا حتى نحكي لك نحكيو فما عمر معين قاعدين يدبر شويه فلوس تقريبا فيها باس هذاك اللي حتى صغار في السن رونالدو قريب من النصر السعودي توا شو تحكي انت؟ لا صحيح، لا رونالدو كمل كاريره يا مش ناقص فلوس، مش ناقص فلوس. نحكيو توا شكون يقول لك رونالدو ماذا بين يخرج باب كبير وما يمشيش الدوري السعودي مثلا. عبد الحق، انت عشت في المغرب كما عشت في تونس، وعندك شعبيه كبيره في المغرب ومحبه كبيره، وايضا علاقه كبيره مع المغاربه ومع الكره المغربيه. اعتقد الانجاز هذا ما فيهش اكش. على كل حال المغرب كي بلادي كيف كي تونس كي الجزائر كي المغرب، انا بحال يعني مغرب عربي تاعي راهو مكسب ليا. المغرب يحترموا الناس،
يعني اليوم فيليسيتاسيون يعني الفريق اليوم حمرونا وجوهنا. فيليسيتاسيون مو سهل، لان المغرب شهر قبل المونديال نحاول لونترينورها كانت عندهم الشجاعه باش يبعدوا المدرب شهر قبل المونديال، وشد وليد المونديال، شد وليد الركراكي شد، كانت شجاعه كبيره لان كل ما كانتش نتائج راه تقدر يعني تغير الامور. شد وليد ووقفوا معاه تشوفوا قبيل يعني بينه وبين اللاعبين هذيك اللحمه بينه وبين اللاعبين، يعني حاجه كبيره. تألق زياش معاه كمان. نعم كابتن. تألق زياش معاه، حكيم زياش معاه بعد ما كان مستبعد. زياش كان برافو وحمد الله وزياش وعنده 4-1 يهاجم مينيموم، يهاجم 5 لاعبين ويدافعوا ب10 لاعبين، يعني لقى الوصفه. ان شاء الله يا ربي، شوف ان شاء الله المغرب يروح حتى لا فينال اذا كتب ان شاء الله يروح لبعيد المنتخب المغربي بالتاكيد، هذا ما نتمنى.